لما بتسمع كلمة كبد دهني أول حاجة بتيجي في بالك هي الدهون، لكن المفاجأة إن في أوقات كتير المشكلة مش بتبدأ من الدهون نفسها، وبتبدأ من السكريات المضافة اللي بناكلها ونشربها كل يوم. الكبد هو واحد من أهم أعضاء الجسم، وهو المسؤول عن تنظيم عملية الميتابوليزم اللي هي التمثيل الغذائي وتخزين الطاقة والتعامل مع كتير من العناصر الغذائية اللي بتخش الجسم، ومن بينهم الفركتوز وهو نوع سكر موجود بشكل طبيعي في الفاكهة. طب فين المشكلة؟ المشكلة إن الفركتوز بيضاف بكمية كبيرة في الأكل والعصائر المصنعة. طب فين المشكلة وأنت لسه قايل إن الفاكهة فيها سكر الفركتوز بشكل طبيعي؟ ما هو سكر الفركتوز الموجود في الفاكهة مش هو المشكلة. هقول لك ليه؟ لأن الفاكهة فيها كمية الياف وميه كبيره، وده بيخلي امتصاص السكر ابطا وبيزود الاحساس بالشبع. لكن الفركتوز اللي بيجي في شكل اكل او مشروبات مصنعه بيكون سهل اننا نستهلك منه كميات كبيره في وقت قصير، ولان الكبد هو العضو الرئيسي المسؤول عن عمليه الفركتوز ميتابوليزم، فلما بيدخل الجسم كميات كبيره منه خصوصا مع زياده السعرات وقله النشاط البدني ده ممكن يساعد في زياده تصنيع الدهون داخل الكبد، ومع الوقت ممكن يحصل تراكم للدهون دي داخل خلايا الكبد ويحصل بما يسمى النون الكحوليك فاتي ليفر ديزيز، اي الكبد الدهني الغير كحولي، وده مرض بيبدا في الغالب من غير اي اعراض، وعلشان كده ناس كتير بتكتشفه بالصدفه اثناء الفحوصات. في بعض الحالات لو استمر من غير علاج ممكن يرتبط بزياده مقاومه الانسولين او الاصابه بتايب 2 دايابيتس او امراض زي امراض القلب الكارديو فاسكولار ديزيز. طب يا ترى الحل ان احنا نمنع الفاكهه؟ الاجابه طبعا لا، لان الفاكهه جزء من نظام غذائي صح، لكن اللي يستحق انك تراجع نفسك فيه هو الاكل والمشروبات المصنعه. طب ايه اللي ممكن يساعد؟ زي ما قلنا حاول دايما تقلل من الاكل والمشروبات المصنعه، حاول دايما ان وزنك يكون صح وتحافظ على مستوى مناسب من النشاط البدني. صحيح ان الكبد الدهني من الامراض الصامته، لكن الخبر الحلو ان في حالات كتير بتتحسن بتغيير نمط الحياه.